في طاجن وشوايه دخلوا 3 ايتمات جداد. كنت بتكلم معاهم المره اللي فاتت وبقول لصاحب المحل انا نفسي اكل حمام مدخن. قال لي انا عارف ان انت بتحب الحمام، فقام عامل لي حمام مدخن. قال لي تعالى جربه وانت اول واحد هتاكله هنا في السويس. هو فعلا في السويس مفيش حمام مدخن، او قليل حد بيعمل حمام مدخن في السويس. ده شكل الحمامية. انا مش هفتحها دلوقتي ولا هي جنبها خالص، انا بس اللي شاغلني الملوخية. انا عايز اشوف التيست بتاعها عامل ازاي. الاول نبتدي بيها ونشوف قوامها. هي فيها عرق بس ملوخية بيتي. الملوخية لا بيتي، العرق كمان باين فيها يعني. لا ملوخية رايقة، هي عايزة رغيف. نضرب واحدة تاني عشان نجرب. لا الله ينور يا ام احمد، الله ينور يا ام احمد. ده الملوخية. لا الملوخية كويسة التست بتاعها يعني. هنجرب الحواوشي اللي احنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت وقلنا له مش عاجبنا. هو عمل حواوشي، دخل عنده الحواوشي اللي هو الميكس اللحوم. عامة انا معظم المحلات عندها ميكس لحوم، بس احنا نشوف التست بتاعه عامل ايه يعني. لا ظبط الفرم. ولازم حته الطحينه كده مع الحواوشي تدينا تعلي التيست معانا. مش عايز املى بطني انا، بس حلوه سعرها كويس. هو عامله بيه سعر كويس، ده عشان خاطرنا. السعر ان هو نزل، الاسعار اللي انا هقولها لكم في اخر الفيديو هو عشان خاطرنا. ده حواوشي فراخ موتزاريلا. الشكل بيقول عالي. لا رايقه، وكمان اللقمه بتاعت الرغيف على الفحم لا مديه كلام عالي قوي. انا اللي شغلني هنا طاجن الجلاش ده. جميل قوي الحواوشي هنا، مشغلين لي عيوني. طاجن الحواوشي ده، طاجن الجلاش مش حواوشي، طاجن الجلاش. طاجن الجلاش هو معمول بالطريقه الصعيدي يعني. انا مش عارف انتوا شايفين معايا ولا لا، بس هو سخن. بصوا احنا هنعمل حاجه كده بقى ايه. انا هسيب دي للاخر، احنا مع بعض هنتفرج عليها يعني. انا جايب السكينه بتاعت البيت، بس انا هعمل حاجه تاني عشان مش تطلع. لا دي برجرايه يا جدعان. بصوا اقسم بالله رهيبه. لا وحته اللحمه اللي جوه لما الاكل بيبقى معمول بالطريقه البيتي بيبقى معلي التيست بتاع الاكل قوي. غير ان انا مش عارف اقول ايه بامانه. وانا بهدلت الدنيا قدامي. بصوا دي داوود باشا، عايزين نجربها. خلي ده دلوقتي ونرجع لها تاني. كفتة داوود باشا. هو لو حد يعرف مسميه بالاسم ده ليه يكتب لنا في الكومنتات يعني. مين داوود باشا ده؟ لو انا معرفش، لو انت تعرف قول لي. هو بصوا هم هنا ناويين يقضوا عليا اللي بيعملوه فيا، هم بيجربوا فيا انا.
لسه في ايتمات جديده هتنزل. كنت بتكلم مع ابو ادم واحمد صحاب المحل. لا في ناويين بامانه، انت اطلب اللي نفسك فيه، يعني تعالى كده وقول لهم انا نفسي اكل كذا، الناس هتعمل. انا ما تخيلتش ان هم في اسبوع ل 10 ايام يدخلوا الايتمات الجديده. لا لا عاليه حلوه، والتغذيه بتاعت الصلصه اللي معموله بيها الكفته حلوه. ده بخلاف اللحمه، يعني احنا مش هنتكلم عن اللحمه لان احنا قلنا قبل كده ان اللحمه عندهم بلدي، وده اللي فارق معاهم يعني في الشغل. لا حلوه، انا دي مجنناني وعايز اكلها قبل ما تبرد. الطاجن ده عامل لينا 80 جنيه 80 جنيه لينا. ملوخيه، ما كانوش بيعملوا ملوخيه. انا بصوا تعالوا بقى ندوق الزغاليل المدخنه زي ما بيقولوا. الزغاليل طبيعي انتوا بتاكلوها مشويه، لكن احنا في الزغاليل هنا هو عملها مدخنه. مطاعم قليله عامه، مطاعم العالم كلها بتشتهر بالبط، البط مدخن، ودلوقتي بدا يدخل الروم المدخن، الحمام المدخن. في مصر قليل قوي لما بتلاقي حد بيعملها، وفي السويس هنا مفيش اصلا. خلينا بس نرمي دي هنا ونجيب الماستر سين بقى بتاع الايه، الزغلوله زي ما بيقولوا. انا مش بحب الحته الراس بتاعت الزغلوله. نجيب دي كده زي ما عملنا في الفيديو القديم. هسيب دي، هسيب دي. بصوا احنا نطلع ده كده عشان هرجع له تاني. تاكل زي ما هي كده تتظبط. اقسم بالله انا اول مره اكلها. الحمام المدخن اكله هنا، بس انا ما بقول له ان نفسي اكله الراجل عمله. لا الاعشاب كمان اللي داخله في التدخين ريحتها باينه. ده اللب كله بتاع الزغلوله. الزغلوله صغيره وحلوه. انا مش بصور، هتلاقي الزغلوله دي كلها داخله كده وكده. انا كنت علقت قبل كده فيديو من الفيديوهات لمطعم من المطاعم على الفريك. انا ما اعرفش الناس دي شافت الفيديو ده لا هنا، يعني شافوه قبل كده ولا لا. انا كنت قلت لهم على الفريك، كنت المطعم التاني ده انا كنت قلت له على الفريك من جوه بيبقى مهري. هو هنا بص الموضوع مش انا عشان بعمل تيست ليه ولا بتاع، ماسكه نفسها. ولو عملها لك غير كده يبقى اكتب لي في الكومنتات انا رحت خدت البتاع ده وكانت مهريه من جوه. ده بيرجع للشيف اللي شغال او عمل الزغلوله. بص احنا نطلع دي بتدوب يا جدعان الزغلوله. نطلع الحته دي عشان ما تقفش زورنا، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونكمل بقى. رهيبه والله. الفرد معمول لينا فرد 170 جنيه. من اول ما انت هتشوف الفيديو ده لغايه اخر الشهر انت الراجل ده عامله لك ب 170 جنيه، وان شاء الله هنحاول نثبت معاه الاسعار ده لو مفيش زياده اسعار عنده. الفرد ب 170 جنيه بيبقى معاه
سلطات ومشتملات. طاجن الملوخيه عامل 30 جنيه. طاجن داوود باشا عامل 80 جنيه، بيبقى نازل معاه رز والسلطه بتاعته. الحواوشي قال لي 50 جنيه. حواوشي الموتزاريلا ده للناس كلها، المتابعين عندك والمتابعين بتوعه برضه، واي حد بيتفرج على الفيديو هيجي ياخد الاسعار دي. حواوشي ميكس اللحوم عامل 40 جنيه. بصوا انتوا مش متخيلين ان يعني انت هتيجي تجربوا وتشوفوا اللي احنا بنتكلم فيها. بس هي فعلا اقسم بالله طريه ويجيك، يعني انت عارف الجوز الاكل مش مستاهل كلام ان انا زايد عليه. التيست بتاع الحمام ده عالي جدا جدا، اقسم بالله فوق ما تتخيل. الحمامية يعني انا بموت يعني من فرط اللذة زي ما بيقولوا. متنسوش الاشتراك في الصفحة، بتدخل تسأل على العروض الجديدة، لان هم بينزلوا عروض جديدة، وان شاء الله هتلاقوا تيستات جديدة معاهم مع اي حد. هنزل لكم لو في ايتمات جديدة هنزلها لكم. ومتنسوش الفولو واللايك والشير. السلام عليكم.